السلام عليكم ومرحبا بكم يا البنات في هذا الفيديو تاع نهار اليوم. اليوم جبت لكم وصفه جديده وان شاء الله هذا الفيديو غاكم بصحه وعافيه. اليوم جبت لكم هذه الوصفه تاع دولمه تاع القرنون، ان شاء الله حتعجبكم وتجربوها في رمضان. خفيفه بزاف وسهله وطريقه التحضير تاعها. ما عليكم غير تتبعوا الفيديو الاخر باش تعرفوا طريقه التحضير ومكونات هذه الوصفه. ونقول لكم اللي تدخلوا جديد القناه ما عليكم غير تشتركوا في القناه دون جمل الفيديو اذا عجبكم هذه الوصفه هذه. ان شاء الله نتمنى تعجبكم وتجربوها ونقول لكم مشاهده ممتعه. يلا نبداو على بركه الله بطريقه التحضير تاعها. هنا اول حاجه لازم تكون عندكم القرنون. هنا لازم تغسلوه ومليح كما تعرفوا. من بعد حنجوزو نغسلو الصوص تاعنا هذيك. هنا اول حاجه واش درت، شتت كوكوطه تاعي ولا في حاجه طيبوا فيها. النصوات تاعي اللي حبه بصل تكون مسكرفجه. بالنسبه للتوابل درت فلفل كحل، هريسه عفوا ملح وفلفل كحل وشويه تاع القرفه ومعرفه تاع السمن. خليتهم يتقلم. بعد ضفت هذيك الحبات الطماطم تكون مقطعه مربعات، نخليهم يتحمسوا مليح. من بعد حنمرقهم ونخلي هذاك الدجاج تاعي يطيب في غرضو. وهنايا بالنسبه للحشوه اللي حنحشي بها الحبه القرنون تاعي والبطاطا، هنا شوفوا الحشوه عندي كميه من اللحم المفروم. درت حبه بصل تكون مقطع مربعات، فلفل كحل والقرفه وشي تاع المعدنوس والميتا بلا شابلور، هذا ما كانوش ديروا فيها، والملح ايضا. هنا هاي البطاطا تاعي حفرتها في الوسط، وهذاك اللي نحيتو من البطاطا هذيك درتو في هذيك لاصوص يكمل يطيب معاها باش تجينا خضره العقده تاع عفوا لاصوص تاعنا هذيك. هنا جيت نعمر كامل هاد القرنون تاعي والبطاطا كما كنت تشاهدوا في هذا الفيديو. ان شاء الله تكونوا فهمتوني وكنت خفيفه ظريفه معكم بهذه الطريقه. ان شاء الله تكونوا فهمتوا. يعني بسيطه هاد الوصفه وان شاء الله تعجبكم وتجربوها. هنا جيت نعمر البطاطا تاعي كما قلت لكم. كي تحفروا هذيك البطاطا تاعكم هذيك اللي تنحيوها منها ديروا في لاصوص هذيك باش تجيكم شويه عقده وتجي بنينه. هنا كملت عمرت يعني نعمر في هذه الخضره تاعي. وهنا شوفوا بعد ما كملت عمرتها جيت نديرها في هذيك لاصوص هذيك اللي كان طابت لي طافي هذاك الدجاج. انا نحط درت فيها هذيك الخضره تاع القرنون والبطاطا اللي كنت عمرتها امامكم بهذه الطريقه. هنايا نكمل نحطها كامل في لاصوص هذيك وتطيب لنا، ونتلاقاو فيما بعد ان شاء الله. وهنا هاوليك الطبق تاعنا طبعا اليوم راهم واجد. سمحوا لي ما كملت صورت لكم. وهذاك البلا تاعي كان ضابط هذيك الخضره وهذاك الدجاج فرغتها في بلا هدايا ودرت لها من الفوق هذيك لاصوص دخلتها الفوق تكملت تجمر شويه. كي طابت لي خرجتها من الفوق درت لها شي تاع المعدنوس. هنا سمحوا لي ما صورت لكم. ان شاء الله تكونوا فهمتوا وان شاء الله تعجبكم الوصفه هذه وتجربوها في رمضان. يعني نقول لكم صحه فطوركم. تلاقاو ان شاء الله فيديو واحد اخر مع وصفه جديده. ونقول لكم اللي تدخلوا جديد القناه لكم اشتركوا في القناه ودونا جيم لا فيديو. ومع السلامه نتلاقاو ان شاء الله في وصفه جديده وفيديو واحد اخر. مع السلامه.